المملكة كانت منارا للعلم والهدى، بما فيها من العلماء والدعاة والأخيار اللي يرشدون الناس للطريق الصحيح. شوف السنين الماضية، كم ترى من عالم يشد إليه الرحال حتى يستفيدوا من علمه، كم ترى في المملكة من مدارس تخرج أجيالا للأمة، كم ترى في المملكة من أعمال بر وخير وأعمال في الجمعيات الخيرية والإغاثات تغيث الدول المسلمة والمنكوبة في كل مكان. كم وكم وكم. العدو الصهيوني والأيدي الخفية العاملة المفسدة في البلد للعدو الخارجي ما يرضون بهذا المشروع الخير، لأنه يفسد عليهم طريقهم ومشروعهم، ويعرفون أن رموز البلد وأبناء البلد ما يرضون إلا بالمحافظة على الدين والمحافظة على الأخلاق والعادات والقيم والمبادئ. عشان كذا العدو يتدخل مباشرة في البلد حتى يغير المجتمع من جميع النواحي. تدخل في الناحية التعليمية، غير المناهج، تدخل في الناحية الدينية وتدخل في المساجد والأئمة والدعاة، تدخل حتى في أخلاق المجتمع حتى يبعدهم عما تربى عليه الآباء والأجداد. المهم العدو يشتغل ليل نهار حتى يضعف المجتمع ويبعده عن الخطر اللي يحدق به من كل مكان. وما خطر الإيراني عن بلدنا ببعيد. صحيح أن السعودية صار فيها مشروع إفسادي اسمه هيئة الترفيه، حقيقة هو مشروع إفسادي لأنه ما حافظ على أخلاق المجتمع ولا حافظ على دين المجتمع، لكن أبشركم أن أغلب المجتمع ما هم على هذا النهج اللي يروج له في الإعلام. الأيام الماضية تخرج بس في القصيم في بريدة 203 من الحفاظ من حافظين كتاب الله جل وعلا. طبعا هذا الشيء ما هو غريب على البلد، لأن في البلد آلاف من الحافظين والحافظات لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم نور من أنوار الإسلام في المملكة. بدأت الأصوات تتهافت حول مائدة القرآن ليصل عدد طلاب وطالبات الجمعية 19,960 طالبا وطالبة، حتى جاء موعد التكريم، ذلك التكريم الذي يمثل فرحة التاج وانتهاء الحفظ ونيل الأجور والبركة، ليتم تخريج 3,387 حافظا وحافظة و445 مجازا ومجازة بكتاب الله، 40 عاما في خدمة كتاب الله. فيا لهنائهم واختيارهم ليكونوا صفوة الأخيار. 40 عاما من العطاء، قرآن يتلى وخير هذا الوجه الحقيقي لبلادنا، وهذه هي التربية الحقيقية لأولادنا والبناتنا. هذه التربية اللي ما يحبها الأعداء في الخارج، واللي ينبذها الأعداء وأهل الفساد في داخل البلد. العدو الخارجي معروف، والمفسد في الداخل واضح أمامكم، لكن تدري من هو أخطر من هؤلاء كلهم؟ الأئمة المضلين، الأئمة اللي يلبسون لباس الدين ويلبسون لباس العلم والمشيخة، ثم يضيعون البلد باسم الدين، يخربون المجتمع باسم الشريعة. يعني خذ هذا السؤال مني بنفس عميق، وأريدك أن تجاوبني بكل صراحة. هل ندمت على إظهار الفتوى حقة الاختلاط، وتتمنى أنه لو رجع الزمن إلى الوراء أنه ما أعلنتها، أو على الأقل ما أعلنتها بهذه الطريقة؟ والله ما ندمت، بل أشعر باصطفاء من الله تعالى لي في إبرازي لهذا الأمر. الأستاذ أبو حميد يقول عندي إجازة في الحديث في الكتب الستة، عندي إجازة في الأسانيد، ولو تناظر لحساباته تشوف وتجد العجب، تقول بالله هذا صاحب علم، هذا عنده إجازة، هذا أصلا حريص على الأمة ولا حريص على الدين؟ أبو حميد له شطحات طبعا كبيرة من أول، غير التبرج والاختلاط، وأنه طلع زوجته في الصور قدام الناس لما انخفض عنده منسوب الغيرة يوم من الأيام، وغير تحليل الأغاني والموسيقى، وغير أمور فاضحة كثيرة جدا. بس آخر شطحة لك أبو حميد صراحة عابرة للقارات. أبو حميد يقول لا دليل على تحريم تليين المرأة لكلامها، وتليين المرأة لكلامها أصلا ما هو فتنة، هذا الأمر ما هو فتنة. الصراحة أنا ما استغرب هذا الكلام من حمودي،
لأن حمودي له سوابق مع الحريم. وتعرف هذا الزمن مع طلوع الناس للبثوث، والواحد يطلع مع المرة، رجال يطلع مع المرة يبث معها من السعودية، السعودي والسعودية يطلعون مع بعض بثوث، بث مباشر وضحك ومقالب وكذا عادي. أبو حميد لازم يحطون بينك وبين النار مطوع، جاء أبو حميد قال أنا بينكم بين النار. المرأة بحاجة إلى مخاطبة الرجال في أمور دينها ودنياها، حاجة إلى مخاطبة الرجال في شؤونها وحاجاتها، لكن عليها أن تتحفظ في مخاطبتها، فلا تمزح مع الرجال ولا تتغزل معهم أو تضحك معهم، لأن هذا يطمع فيها من الذين في قلوبهم مرض، يطمع الذي في قلبه مرض. إذا نالت في كلامها ومزحت وضحكت فإنه يطمع بها. أما إذا تكلمت كلاما عاديا نزيها معروفا فإنه لا يطمع بها. والله أمرها بالتوسط، لا يكون كلامها خشنا وفاحشا بذيئا مع الرجل، ولا يكون كلامها لينا يطمع من في قلبه مرض، بل تقول قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا. هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل نساء الأمة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، وهن أمهات المؤمنين والأمهات. من اللي كان زمان في السعودية يتجرأ يطلع يسولف مع بنت في مكان عام قدام الناس، ولا بنت تطلع مع رجال تسولف معه وهو غريب عنها، الحين يطلعون في بث مباشر. زمان لو ما يردعهم الدين كان يردعهم العيب، العادات، القبيلة، الجماعة، التربية، الأقارب، كانوا يعرفون معنى العيب، كانوا يعرفون معنى الحرام. بس الحين لما شافوا بعض المتمشيخة اللي يطلع مع حرمة في لقاء، واللي يتميع معها في التلفزيون وفي اللقاءات، واللي يصافح الحرمة ويسلم عليها، واللي يحاول يتقرب منها، واللي يتصور معها جنبا لجنب، قالوا يا ولد الوضع طلع عادي وإحنا اللي كنا متشددين. والمشايخ اللي يطلعون مع الحريم لازم يطلعوا لهم فتوى حتى يطلعون من انتقادات الناس. مشكلة شيخ بلحية ولابس بشت ويطلع مع حرمة، وين الحرام يا شيخ؟ قال لا 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 لا، ترى هو ما هو حرام، انتم مو فاهمين الدليل الشرعي. ايش علتك يا ابو حميد ان الواحد يقدر يطلع مع المرأة واذا لينت كلامها وتميعت معه عادي وما فيها شيء ويجوز؟ ايش علتك يا ابو حميد؟ قال لانها ليست فتنة. ايوه، كل العلماء والرجال يقولون تغنج المرأة وتليين كلامها من الفتنة، الا انت يا ابو حميد. ابو حميد اذا كنت مخصي وما تثيرك هذه الامور اترك الكلام للرجال لا لاشبه الرجال. قلع. طبعا عشان يطلع نفسه من المناقشة مع المشايخ واهل العلم لانه ما يقواهم، قال المسألة فيها خلاف، والمسائل الخلافية لا انكار فيها، عشان يطلع نفسه وياخذ راحته من الأقوال اللي هو يبيها. ثم جاب طاعة بعدين وقال مصافحة النساء لا بأس بها. يا ولد وين رايح أنت؟ إيه عرفت، عشان المعلم يصافح النسوان على راحته، عشان بعض الناس إذا تصور مع المرأة وصافح المرأة عادي عندنا مطوع قال يجوز، وعشان المجتمع ما ينتقد عليكم يا المتمشيخة اطلع مع النسوان وسولف معهم بث مباشر وصافح الحريم وتصور معهم عادي. يا أبو حميد أنت بالنسبة لك بتقول مصافحة المرأة جائزة لأنك أصلا أنت لزقت معها فخذا لفخذ. لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا التي ليست من محارمك، لا يجوز لك مصافحتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة كما يبايع الرجال. لا تجوز مصافحة المرأة بوجه من الوجوه، كبيرة كانت أو صغيرة. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من الأئمة المضلين، يتكلمون بالفتوى وبالشريعة وهم يضيعون البشر ويكذبون عليهم. بلدنا في خير كثير وفي علماء كثر يؤخذ منهم القول والفتوى خيرا من المتمشخ الفتانين، وإذا كان في البلد منكر ننكره إذا ظهر على العلن، ففي البلد خير كثير يظهر في العلن وأكثر منه ما يطلعونه في الإعلام.